والله ان محمد بن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، يا مسيلمة الكذاب، يا مصطفى، عندما تتهجم على ولي أمر من أولياء أمور المسلمين وولي عهد دولة لها خير ولها فضل سابق ولاحق ومستقبلا على دولتك، على دولة اليمن وعلى اليمنيين، هذا عار عليك، وعار على اللي يطبل لك، وعار على اللي ينشر لك، لأنك تتهجم على دولة لها فضل وخيرها سابق علينا كيمنيين خاصة، وبينهم عايشين ما يقارب 6 مليون يمني. 6 مليون هؤلاء يعيشون كل واحد على الأقل 5 أسر في اليمن. 5 أسر، يعني ملايين اليمنيين في اليمن عايشين من خير هذه البلاد المملكة العربية السعودية التي أنت تتهجم على حكامها. هذا عار عليك، وأنت هنا ما تضرهم لأنهم في السماء وأنت في الثراء، باقي في الثراء، لا تضرهم. أنت تأثر علينا نحن المغتربين، أنتوا تشوهوا صورتنا، إحنا اللي كافلين أسر في اليمن، ومن ضمننا ربما من أقاربك يا مصطفى، بل وأكد وأجزم أن من أقرب الناس لك موجودين في المملكة العربية السعودية مغتربين. وأزيدك من الشعر بيت، هناك آلاف من الأسر اليمنية تدخل من المنفذ سواء عن طريق البر أو عن طريق الطيران، جايين زيارة بالآلاف للمملكة العربية السعودية. ناهيك عن المغتربين، عن الحجاج اليمنيين، ناهيك عن المعونات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن في التعليم، في المستشفيات، ولعل أجلها وأهمها مستشفى الأمير محمد بن سلمان اللي يعالج عيونك ويعالج القلب والسرطان في عدن، وغيرها من المدارس والجامعات. التعليم بني على من خيرات المملكة العربية السعودية، حتى الماء اللي تشربه، الماء، الآبار حفرت من خير المملكة العربية السعودية، المساجد بنيت من خير المملكة العربية السعودية، الطرقات من خير المملكة العربية السعودية وفضل حكامها الأخيار، وانت جيت تهجم عليها بهذه الصورة الشنيعة الوقحة التي لا تليق بنا كشعب يمني. أنا أستنكر وأدين وأطالب بشدة معاقبتك ومحاسبتك.